شلون تقدر تعترف الفايتات بمكان معين داخل لعبة ببجي موبايل أو أي لعبة، مو بس ببجي موبايل، أي لعبة شوتر، أو هذا الكلام ينطبق حتى على المستودع مو بس على كلاسيك. أول شغلة على مود تكون لاعب محترف لازم تحفظ المكان اللي راح تبوش له. لنفترض هاي عمارة سكول حلو، تكون حافظها وتكون حافظ الفايتات اللي راح تصير بيها. شنو اللي أقصده انك تكون حافظ هذا المكان، وطبعا اكيد حافظ حركة المكان. هسه انت لما تجي تبش العماير سكول حلو، 100% منين راح تدخل؟ راح تدخل من هذا الباب اللي صاير اللي ورا. وين تتوقع يكونون الخصم؟ هاي المكان كليته راح تدخل ما تلقي بيه احد، راح تتوقع الخصم هنا موجود حلو، لازم عليك الدرج او لازم لك واحد من ذن البوب او مكمبر بهاي الغرفة او لازم عليك هاي الغرفة حلو. هاي اول شغلة انه تتوقع اماكن الخصوم وين ممكن يكونون. هاي تعتبر انك حافظ هذا المكان وحافظ الخصوم مالته. الشغلة الثانية اللي هي الحركة، صديقي لازم تكون عندك حركة وحافظ حركتك بالعماير مال سكول. يعني انت لما تجي تدخل هنا حلو، تكون حافظ. راح تفايت ويا الخصم المقابلي، شلون اتفايت وياه؟ مثلا ارمي عليه واروح احاول مكاني، حافظ الحركة، ارجع من هنا ابقى احاول اتحرك. وهاي الشغلة الثانية انه تكون حافظ حركتك داخل المكان اللي تتفايت بيه. هذا الحكي ينطبق على كل الاماكن. انا اقدر اسوي لك مقطع فيديو وشون تحترف بعماير سكول وشون تحترف بالمطار، بس هذا الحكي يتطبق على كل الاماكن اللي راح تبش لها وتريد تحترف الفايت بيها. الشغلة الثالثة، انت جيت بشيت على عماير سكول على مود تسيطر على الفايت حلو، لازم تتعلم ترمي على مكان اللي متوقع بيه الخصم يكون حلو. انت متوقع على الدرج، ارمي حلو قبل ما تشوف الخصم، حتى اذا كان ما موجود صديقي. ترى الطلقات مالتك انت ما مشتريها بفلوس حلو. شنو الفائدة انك ترمي عليه؟ مثلا صعدت هنا رميت حلو، الباب ارمي على الباب ارجع، مثلا اصعد هنا ارمي ارجع. ليش؟ على مود انه اذا كان خصم هنا موجود وراح يطلع يريد يفايتك راح تكون الك افضلية. ليش؟ لانك رميت قبل ما يرميك هو. هاي الشغلة الثالثة انه لازم تتعلم ترمي. الشغلة الرابعة اللي هي البري فاير صديقي، وهاي الشغلة تعتمد على الصوت بصراحة، لان اذا سماعتك مو زينة ما راح تقدر تعتمد عليها. مثلا سمعت صوت خصم من هنا جايك حلو، قبل ما يطلع لك انت تطلع ترمي عليه اللي هو بري فاير. ليش؟ على مود لما يطلع لك الخصم من هنا ايش راح يصير؟ راح تقدر تدمجه قبل ما يطلع لك، وهنا ايش راح يصير عندك؟ راح تصير عندك افضلية على الخصم. هاي بحالة اذا كنت انت باش على عماير سكول حلو. عوف للنيدات هسه بعدين النيدات. الشغلة الثانية، لنفترض انه انت لازم عماير سكول وباش لك سكواد كامل، شلون تقدر تتعامل ويا هذا السكواد حلو؟ لازم تتعلم السحب الصحيح صديقي. انت مو سحب اني دا اسحبه هو جاك من انا وانت رحت صعدت وكمبرت له بهاي الغرفة. لا صديقي، هاي انت ما سحبته هنا حلو. السحب شلون يصير؟ تعال خل اعلمك على السحب اللي هو الطريقة الصحيحة للسحب. مثلا اجاك الخصم منه حلو، رميت عليه دمجته اوكي، على مود تسحبه شو تسوي؟ تصعد هنا تنتظره هنا ترمي عليه مرة ثانية. وهم يعتمد انه ترمي قبل ما يطلع لك. مثلا دمجته باول مرة هنا وصعدت دمجته هنا بس ما طاح، تريد تسحبه تكمل سحبتك ترجع هنا حلو. مثلا رجعت هم دمجته ما وقع ولا واحد من عندهم بس دمجتهم هوايه، هنا لا تنسحب لان راح تصير لك افضليه. هنا لازم تطلع تطيحهم اوكي. اذا مثلا ما قدرت حتى هنا ما قدرت ترجع تسحبه اللي جاي حلو لهذا المكان، تسحبه وتبقى تتفايت وياه على مود شنو؟ تسيطر على الفايت. لنفترض انه ما فاد وياك كل هذا السحب، لا تبقى مكمر هنا يا صديقي، مخلي لك شبابيك، هم اللعبه مخليت لك شبابيك. ارجع اقمز من هنا حلو، عيد الفايت وياهم بطريقة ثانية، بطريقة انت باشلهم وانت تدمجهم، مو تقول ما تدمجهم. وهو هذا السحب الصحيح اللي موجود بالعماير، او خلينا نقول موجود بالفايتات بكلها. السحب الثاني شلون يصير؟ اللي هو الخصم يدمجك، وهاي بصراحة صعبة مو اي لاعب يعني يقدر يضبطها. تطلع للخصم حلو، من يدمجك مثلا دمجك هواية، شو تسوي؟ ما تطلع هنا تبقى منتظرة. ليش؟ لان راح تكون افضلية الك. لا، تسحبه مثلا تطلع من هنا من الشباك، هنا تسحبه على مود شنو؟ ما يتوقعك انت هنا جيت، يتوقع لان الخصم من تجي
يبوش لك راح يتوقعك إنك صعدت فوق، حلو، بقيت تسحبه لفوق، بس من تطلع من هنا من الشباك أو تلزم عليه مكان مثلًا جيت هنا حلو، بقيت لازم عليه، هنا ما راح يتوقعك أنت وصلت لهنا، راح يتوقعك إنك صعدت لفوق، فاللي هي الطريقة الأصح والأنسب على مود تتعلم الفايت من يبوش لك سكواد لازم تتعلم شلون تسحب الخصم. إذا كان عندك مجال فالنيدات الحارقات كلهن يفيدنك بهاي الفايتات على مود تقدر تحترف هذا المكان، ومثل ما قلت لك هذا الحكي ينطبق على حتى المستودع، ولازم تحفظ المستودع على مود تقدر تحترفه. وإذا تريد تحترف فايت المطار لازم تحفظ المطار وحركته وفايتاته وشون تتعامل ويا الفايتات اللي تصير، وأكثر مكان تتوقع يصير بيه فايتات، لأن هسه أنت لما تروح العماير سكول أكثر مكان ممكن تتفايت بيه هو إنك تلقاهم لازمين لك الباب مال السطح. فاللي هنا أنا أكون يعني ذني أتمنى استفاديت بشي منهن، وإذا استفاديت خلي لي لايك ومتابعة، وإذا ما أعرف شو أقول لك بصراحة يعني لازم أعيدها دائما، أريدك تعطيني ملاحظات إذا كنت غلطان بشي أو مثلا بالجودة بالصوت مال مقطع الفيديو وبكيفكم بعد.